والله يا مرموش ما ينفع في السيتي، ولا الواد ارنولد ده ينفع يجي لنا الريال. اهلا بكم في حلقه جديده وملخص اسبوع جديد. كالعاده هنبتدي بالمحليات، ولكن المره دي ما عندناش الدوري بس، ده احنا كمان عندنا دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. نبتدي بالدوري، يبقى يلا على الاهلي اللي طلع للصداره، وانتوا عارفين لما الاهلي بيطلع الصداره بالسلامه لامه مش هينزل من عليها مره تاني. الفرق ما بينه وبين بيراميدز وبين الزمالك نقطه واحده، ولكن انا بقول لك لو الاهلي وحش فالاهلي هو بطل الدوري السنه دي. الاهلي بيعمل ماتش مع سموحه هنقول كويس، مش هقول لك بقى ماتش سيء ولا ماتش يعني ماتش وحش، يعني لا الماتش كويس. الاهلي بيبتكر خطه جديده مع كولر 3-4-3، فاتح جنبين الملعب بحسين الشحات وبيحيى عطيه الله اللي اتصاب وهيقعد حوالي شهر او شهر ونص. تمام، بينزل مكانه كريم الدبيس، وفتحه الملعب دي يعني انت ماشي ابتكرت طريقه جديده عشان تقدر تلعب هجومي وتقدر تلعب من على الاجنحه، ولكن برضو انت عندك مشكله في العمق، ان انت بتلعب باتنين ديفندرات، يعني اتنين ديفندرات ستة على الدايره، سواء اكرم توفيق او مروان عطيه. يا حبيبي طب ما تطلع اكرم تمام وتحط امام عاشور تمام هو اللي في نص الملعب والعب بجناح. يعني انا مش عارف هي ده امر فني ولا امر انت برضو مع الاداره، وان انا ما عنديش اجنحه عشان كده بغير الخطه وعشان كده بلعب باسلوب تاني. ولكن الاهلي بيعمل ماتش كويس مع سموحه. يقدر امام عاشور بيحط جون كويس قوي. بمناسبه الجون، امام عاشور بعد الجون راح احتفل احتفال البالونه اللي معروف في العالم كله، واللي علي البلاهي احتفلوا، واللي لعيبه كتير قوي احتفلوا. يطلع جمهور الزمالك بعد الماتش يقول لك اصل امام عاشور بيقلل من الزمالك، ويطلع ناس كتير بعد الماتش تقول لك اصل امام عاشور لازم يتحول للتحقيق، واصل البالونه لونها بيضه. راح امام عاشور بكل سهوله طلع مشاور الستوري بتاعته دي البالونه بتاعت بنته وكان بيلعبها بيها. فهل الدرجات دي انتم مركزين مع امام عاشور وعايزين توقعوه؟ طب انا عايز اقول لك حاجه بمناسبه امام عاشور عشان انتم مش هتعرفوا توقعوه. بما انكم بقى عايزين توقعوا في امام عاشور، فانا هرجع واقول لك امام عاشور اكتر لعيب ساهم مع الاهلي السنه دي باهداف بست اهداف. امام عاشور تاني اكتر لعيب صنع فرص بعد حسين الشحات بسبع فرص. فامام عاشور السنه دي لعيب مؤثر، ولكن امام عاشور لسه ما توظفش صح. انت مش هتعرف توقعه لان امام عاشور وهو بربع الفورمه بتاعته فهو من احسن ثلاث لعيبه في مصر. خلينا متفقين على حاجه زي كده. امام عاشور الناس بتقول لك البدني بتاعه مش زي البدني بتاع الزمالك. اخر ماتش مع سموحه 10 ثنائيات دخلهم كسب منهم 7. فانت عايز تقنعني ان انت هتوقع امام عاشور وامام عاشور لسه ما توظفش صح؟ طب امام عاشور لعب مع الاهلي في كل مراكز الملعب، لعبها مع الزمالك لعب جناح يمين ولعب جناح شمال ولعب مركز 10 ولعب 8. وامام عاشور لو قلت له يرجع يلعب باك رايت هيلعب برده مع الاهلي. فهو ده امام عاشور اللي انتوا بتقولوا احنا واخدين في مقلب؟ لا احنا ما خدناش في مقلب ولا حاجه، بس هو حاجه عزيزه عليكم قوي واحنا خدناها منكم. ما اننا انتهينا بقى من الاهلي في الدوري، يلا بينا على افريقيا. والاهلي في افريقيا مش في احسن حالاته، لان الاهلي مسك الاله، وادام الاهلي مسك الاله تعرف ان الماتشين الجايين مفيش غنى عن الفوز فيهم. الاهلي يا باشا راح ماتش شباب بلوزداد خسر بطريقه انا مش فاهم هم ايه اللي حصل ده. بقى احنا بيخش جون فينا في الدقيقه بلس 90 بعد ما كنا الفرقه رقم واحد في افريقيا ملوك ال 90. فده منظر جون يخش. طيب بالنسبه للخطا بقى بتاع الشناوي، انا بقى عايز اسالك سؤال. هل انت كمشجع اهلاوي متقبل الغلطات بتاعت الشناوي دي، وان الرصيد بتاعه فعلا كبير؟ الرصيد بتاعه كبير وكبير قوي، خلي بالك من الجمله دي، رصيد الشناوي كبير قوي يسمح له بكل الغلطات دي؟ ولا هل الشناوي رصيده مش كبير قوي وما ينفعش اصلا يغلط الغلطات دي وانتهى مع الاهلي؟ طب هي الناس بتبص للكوره بس؟ طب هل الشناوي التضحيه اللي ضحاها عشان الاهلي وان هو ما راحش هنا ولا راح هنا وساب كل الكلام ده عشان يبقى قائد النادي الاهلي، هل برضه تسمح له ان الاخطاء دي يبقى من الرصيد بتاعه؟ دي انا منتظرها منك انت اللي ترد عليا. ولكن احنا عندنا ماتش ابيجان وعندنا يا باشا ماتش اورلاندو هنا، فانت لازم تكسب الاثنين. لازم تكسب الاثنين، مفيش بديل عن الفوز. لو تعادلت ولا حصل اي حاجه خلي بالك اخر ماتش في المجموعه هيحدد مصير حاجات كتير قوي. فانت ركز في الماتش ده وركز في الماتش اللي بعده، تكسب الاثنين خلاص. ما تقوليش بقى تعادل ماتش واكسب ماتش، مفيش الكلام ده. ولكن انا ما بهرنيش الاهلي في دوري ابطال افريقيا، اللي بهرني بيراميدز. بيراميدز هي يعني جايبه 7 نقط، اتصدرت المجموعه بتاعتها، مسكت الترجي هنا. بص بقى سيبك بقى من ان بيراميدز معهاش جمهور وان بيراميدز معهاش قاعده جماهيريه فعشان كده مش عارفه تاخد بطوله، ولكن اتفرج على كواليتي اللعيبه. مهند لاشين مش موجود، يجي مكانه وليد الكارت ويجي بلاتي توريه. اتنين كويره بمعنى الكلمه، اتنين حافظين ادوارهم وحافظين كل مربعات الملعب. طب بقول لك ايه، الشيبي مش موجود هيجي مكانه احمد توفيق، ولكن هجوميا هيعوضه مصطفى فتحي. طب ابراهيم عادل اللي هو احسن جناح في الدوري المصري، ابراهيم عادل بيحط كرة دبل كيك تحفه فنيه.
تحفه كده، بيقول لهم انا ما ينفعش اقعد هنا كتير، انا محتاج اسافر احترف، ودوني اسبانيا، ودوني انجلترا. انا ابراهيم عادل ما ينفعش الموهبه بتاعتي دي في السن دي تفضل في المحليات. فبيراميدز السنه دي مقدمه بطوله كويسه جدا، ودي فرصه ليها على فكره ان هي ما توصل دور الثمانيه، ممكن توصل دور الاربعه، ممكن توصل نهائي. فالتشامبيونز ليج بالنسبه لبيراميدز صدقني هم هيوصلوا الدور اللي بعد كده وهيقدموا بطوله كويسه. ولكن هرجع واقول لك في الاقصائيات في الماتشات اللي بره الجمهور بيفرق كتير قوي. هو دي مشكله بيراميدز، انه ما عندوش قاعده جماهيريه زي الاهلي والزمالك تقدر تخليه ياخد بطوله. انهي لك افريقيا بماتش الزمالك والمصري. انا الماتش ده مش هتكلم فيه على الكوره، اقفل بقى، يلا نقفل كده عشان ما فيش فيه كوره في الماتش ده. الماتش ده حصل فيه اللي ولا جمهور الاهلي ولا جمهور الزمالك هيتقبلوا، وحصل فيه موقف من الجمهور المصري. انا مش فاهم يعني انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا عايزين ايه؟ ولكن انا اللي بسطني حاجه واحده بس، انا اهلاوي وانت زملكاوي، انا زملكاوي وانت اهلاوي، هنختلف في الكوره لكن في الانسانيات هنحط ايدينا في ايدين بعض. الدقيقه 74 بتيجي، جمهور الزمالك بيرفع الكشافات بتاعت الموبايلات عشان يحيي الذكرى بتاعت ال 74 شهيد من النادي الاهلي. يروح جمهور المصري شاتم الاهلي وشاتم جمهور الزمالك وشاتم كل حاجه. طبعا جمهور الزمالك ما سكتش. انا مش فاهم انتوا بتعملوا ليه؟ يعني انتوا ما كفكوش اللي حصل قبل كده؟ يعني ما كفكوش اللي حصل قبل كده فانتوا بتزودوا الاحتقان؟ لا، ما احنا مش هنفضل بقى، ما دي كوره في الاول وفي الاخر. يعني انتوا عارفين البتاعه دي عباره عن ايه؟ شويه هوا، شويه هوا في بتاع جلد، هو ده ولا اكتر ولا اقل. اللعيبه اللي انتوا بتتخانقوا عشانها دي، اللعيبه دي اصحاب بره الملعب. الجمهور هو اللي يستحق ان يشاهد ماتش كويس ويسمع الفاظ كويسه. لكن اللي انتوا عملتوه ده خارج الانسانيه تماما. ده انتوا ما جيتوش، انتوا فعلا نهيتوا الرصيد بتاعكم عند اي نادي في جماهيري ولا اي نادي في مصر ولا اي حاجه. ايه اللي بتعمله ده يا ابني انت وهو؟ هو انت مفكر ان جمهور الزمالك كان هينساق وراك ويشتم الاهلي في الدقيقه 74؟ انا هرجع واقولها لك، اختلف معاك في كوره لكن انت اخويا، واحنا في الاول وفي الاخر اخوات بنتابع كرة للترفيه عشان ارفع عن وقتي وارفع عن الضغوطات بتاعتي. انت عايز تقنعني ان انا بتابع كوره عشان احرق في دمي؟ تولع الكوره ولا يولع اي حاجه قدام ان الانسانيه وان يبقى في دقيقه بتذكر فيها الشهداء تعمل فيها كده. انتوا فعلا جمهور الرصيد بتاعكم خلص. جمهور بورسعيد ولا ليه رصيد عند اي نادي في مصر، ايه في افريقيا وايه في المحليات. يلا بقى بينا على انجلترا والدوري الانجليزي وحلاوه البريمير ليج، ليفربول ومانشستر يونايتد. طبعا احنا لازم نبتدي بالحلويات، يعني ده مقتطفات الاسبوع. ولكن حصل حاجه غريبه في ماتش مانشستر يونايتد وليفربول يا عدنان، بتقول لك ان احسن لعيب في الماتش كان برونو فرنانديز. ضحكتوا صح؟ والله العظيم ما بهزر، تقييمه 8.4 ده بجد والله. برونو فرنانديز اكتر لعيب عمل ضغط عكسي، برونو فرنانديز بري اسيست، برونو فرنانديز كان في كل حته في الملعب. فده يبين لك حاجه واحده بس، ان اللعيب ده سرطان جوه الفرقه. وقت ما يجي له مزاج يلعب في ماتش فيه لقطه وليفربول هيلعب، وقت ما يكون جاي له مزاج مع المدرب هيلعب. لكن وقت ما يكون مقموص ولا مراته منكده عليه ولا الدنيا مش جايه معاه ولا نازل من بيته عنده دور برد، ايه اللي هيحصل؟ والله ما انا لاعب، والله انا مبوظ اوضه اللبس، والله لو انتوا خسرين النهارده هجيب لكم الجلطه واجيب لكم الشلل. لكن هو كلاعب هو كواليتي عالي جدا. تعالى بقى الماتش. انتوا كنتوا عايزين ارنولد في ريال مدريد صح؟ وانا كمدريدي اتمنى ان لعيب زي ارنولد في ريال مدريد. ارنولد في ريال مدريد لا يصلح، صدقني زي ما بكلمك. ليه بقى؟ انا هقول لك. الباكات 3 انواع، يا اما باك دفاعي بحت، يا اما باك هجومي بحت، يا اما باك متوازن. تمام؟ الباك الدفاعي بحت ده زي ايه؟ زي ووكر، زي مالديني، تمام؟ اللي هي اللعيبه اللي ما تعرفش تعدي منها كده. والباك الهجومي لعيب زي ارنولد، تمام؟ لعيب زي مارسيلو، هو ده باك هجومي. لكن لعيب متوازن، كارفاخال لعيب متوازن، داني الفيش لعيب متوازن. لكن ارنولد لعيب مش متوازن ولا دفاعيا ولا هجوميا. بيتلعب كور من وراه صباح الفل، مفيش يعني مفيش جهه اتصال ما بينه وبين الباك اللي جنبه. ارنولد هيديك كرات عكسيه، ارنولد هيديك كرات طوليه، ارنولد هيكون ليك صانع لعبه متاخر، ارنولد هيكون ليك في الاوفرات رقم 1 في فرقتك. ولكن دفاعيا انت محتاج تعوضه، وانت معكش راموس عشان تعوضه. لو راموس كان بيداري على غلطات مارسيلو، لكن دلوقتي مين اللي هيداري عليه في ريال مدريد؟ فانت لو هتخيرني وانا كده خرجت بره السياق،
هقول اشرف حكيمي. فارجع بقى تاني لايه؟ لامورايم. امورايم شاف ان هو عنده غلطات، فقال له طب تعالى يا حبيب قلبي، انا هقعد العب من وراك، هنزل لك جرناتشو واعمل اوفرلود عليك، وهخلي مارتينيز دايما لازق لصلاح او اي لعيب بيحاول يستلم من نص الملعب وانت بتخرج بالكوره. فبالتالي ايه اللي حصل؟ الجونين جم من ناحيه ارنولد. فانا بالنسبه لي ارنولد لا يصلح لريال مدريد. تمام. ليفربول اتعادلت. تمام. ليفربول بقى معاها 46 نقطه من 19 ماتش. فليفربول هي بطل الدوري الانجليزي السنه دي. وطبعا ده ماتش ديربي وبقى له حسابات خاصه. اي نعم مانشستر في المركز ال 13 معاه 23 نقطه من 19 ماتش، من 20 ماتش اسف. ولكن في الاول وفي الاخر اسمه ديربي، واسمه هو ده ماتش القمه بتاع ايه؟ بتاع الدوري الانجليزي. فاحنا كده انا خلصت لك. تمام. اخر حاجه بس يعني هقولها لك. مانشستر امتى هترجع؟ امورين تكتيكيا متفوق جدا، مدرب جاي. امتى ترجع؟ لما يمسكوا اوضه اللبس دي ينضفوها بميه وكلور ويرجعوها مره تاني. فيلا بينا على تشيلسي ولا يلا بينا على ارسنال؟ لا انا هروح لتشيلسي. تشيلسي يا باشا قررت ان انا اروح لها لان تشيلسي خوخت، وتشيلسي ما بقتش زي الاول، وتشيلسي كانت واخده البروباجندا ورجعت لايه؟ ورجعت مره تاني للمستوى بتاعها بتاع السنه اللي فاتت. يا باشا تشيلسي انا مش فاهم كميه تعادلات، كميه فقد نقط، يعني هترجع امتى؟ طب هل الفرقه دي محتاجه 3 4 نجوم عندهم القياده وعندهم الشخصيه في الملعب اللي تقوم لهم فرقه تقدر تاخد بطوله؟ ما هو انت في التوب 6 محتاج تنافس، وفي فرقه يعني واقعه بس بدات تقوم مره تاني، هقولها لك في اخر الفيديو. والفرقه دي لو فاقت هتخليكم كلكم تشحطوا على ايه؟ على ان انتوا تنافسوا في التشامبيونز ليج، على مقاعد التشامبيونز ليج، لان هي كده كده هتوصل للتشامبيونز ليج. فاتمنى من ماريسكا يشوف الغلط بتاع الفرقه بتاعته ويرجع ايه؟ يحل مره تاني. وما اني لسه في لندن، هسيب تشيلسي واروح لمين؟ واروح للارسنال. هقولها لك مره تاني وتالت ورابع ومليون: ارسنال فرقه لا تصلح ان هي تبقى بطل لاي بطوله. زي ما انا بكلمك، ارسنال فرقه هجوميا بقت صفر من بعد ساكا. ارسنال بقت فرقه بتصنع فرص كتير مش قادره ان هي تخلص قدام الجون. ارسنال بقت فرقه فقيره هجوميا قدام الجون. فمنين بقى ارسنال دي هتروح تاخد الدوري الانجليزي، ولا تاخد دوري الابطال، ولا حتى تاخد الاف اي كاب، ولا حتى تاخد يعني كاس انجلترا؟ يا باشا انت شفت نيوكاسل عملت فيهم ايه؟ كورتين 2 بس، كورتين 2 اول عن اخر كسبتهم الماتش. فمبدئيا كده ارسنال عمرها ما هتاخد اي حاجه. فاي مشجع من ارسنال ما يحطش امله على حاجه السنه دي ولا السنه الجايه. ولا بص انت يا باشا، انا اخري هوصل تشامبيونز ليج ولا اكتر ولا اقل. ننهي الدوري الانجليزي بملك اللعبه التكتيكيه الاول ورقم 1 في العالم تكتيكيا، مستر بيب جوارديولا. بدأ يرجع مرة تاني، بس رجع امتى؟ لما سمع كلامي. طب كان ايه كلامي؟ كلامي في الحلقات اللي فاتت، خش اتفرجوا عليها. لما جيت قلت له لازما تفكك من الخطط التكتيكية بتاعتك وتلعب عادي 4-2-3-1. ما سمعش الكلام، قال لي معلش اصل انا هجومي شوية. قلت له هجومي ازاي؟ قال لي هلعب ب4-1-4-1 عشان اقدر العب ب2 في البوكيتس، واحد اسمه برناندو سيلفا هيقدر يساعد شوية في نص الملعب مع كوفازيتش، والتاني اسمه دي بروين مميله ناحيه اليمين عشان يقدر يعمل المقوصه لهالاند. ولكن الفكره ما كانش هنا. انت هتعمل ايه في فودن؟ قال انا همسك فودن اوديه ناحيه اليمين، العب صريح، يعني جناح ناحيه اليمين صريح. طب وسافينيو اللي هو النسخه الثانيه من محرز؟ سافينيو قال لي لا تعالى بقى بص الجديد. اتفرجت قبل كده عن محرز وهو بيلعب ناحيه الشمال؟ قال لك لا. قال لك انا هفرجك عليه. روح يا حبيبي ناحيه الشمال، استلم الكوره وشك للجون، ارفع، في واحد هيروح لك من على البعيده هيلقطها. مين ده بقى؟ هالاند. فهو اصلا كل اللي عمله جوارديولا ان هو فرد الملعب بتاعه، فتح الاطراف بتاعته عادي جدا، وفي نفس اللحظه وفي نفس الوقت في 2 في نص الملعب قادرين يساعدوا. امتى خطه جوارديولا تنجح ويقدر يبقى التاني الدوري؟ مش هينافس، مش هياخد الدوري، دي حاجه احنا معترفين بيها الا لو حصل معجزه. لكن هيقدر ينافس امتى على المركز الثاني؟ لما هيجيب لعيب نص ملعب تمام جنب كوفازيتش، اللعيب ده قادر يخش في البوكيتس ويقدر يعمل نسخه منه زي ديكلان رايس مع ارسنال. لعيب بيقدر يساعد في نص الملعب وفي نفس الوقت يقدر يساعد هجوميا. طب اللعيب ده مين؟ هو برونو جيمارايتش. هات له برونو جيمارايتش او هات له زوباميندي واتفرج على مانشستر سيتي في الدور الثاني. طيب
مين بقى رايح مانشستر سيتي تاني وانا مش عايزه يروح اصلا مانشستر سيتي؟ مستر عمر مرموش. بص يا مرموش، انا عارف ان انت عقليتك في حته تاني، وعارف ان انت في ايجنت من وراك شغالين، وفي ناس ماسكه البراند بتاعك عمر مرموش عشان يودوك في حته تاني، وده اللي خلاك تتكحرت سنتين في الدرجات المتدنيه من الدوري الالماني الدرجه الثانيه عشان تقدر تبقى في المستوى اللي انت فيه دلوقتي واحسن لعيب في الدوري الالماني. بص يا حبيبي، مانشستر سيتي ما تنفعكش ليه؟ دي فرقه، انت لعيب من الاخر كده، مش هقول لك شوارعي، ولكن انت لعيب فوضوي، بتحب السرعه، بتحب التسارع، بتحب الدريبل، بتحب التحولات، فكل ده مش موجود عندهم. هل جوارديولا هيعدل خطته عليك؟ ما انت مش ميسي، خلينا متفقين ان انت مش ميسي. اللعيب الوحيد اللي جوارديولا عدل خطته عليه هو ميسي، تمام؟ فانت بالتالي لا تصلح لمانشستر سيتي. هل هو جالك بديل لالفاريز؟ انا مش شايف ان انت من اللعيب اللي تعرف تقف على الكوره وتقعد تتدحرج بين البوكيتات وعلى الاطراف، لا، انت لعيب مباشر. فيا حبيب قلبي، فكك من مانشستر سيتي وفكك من العرض اللي جاي من مانشستر سيتي. هتروح فين؟ هتروح ليفربول. لو رحت ليفربول انا بقول لك اهو، توب 5 بلايرز في الدوري الانجليزي. هنا الدوري الانجليزي، واكد على كلام انت في الكومنتات وقول لي هل ليفربول فعلا تاخد الدوري الانجليزي، ولا ليفربول السنه اللي فاتت مع كلوب كانت جايبه نقط اكتر من السنه دي؟ مش عارف، قول لي انت. خلصت انجلترا، انا عارف ان انت تعبت معايا في انجلترا، يلا بينا على اسبانيا. انا هكلمك على ملك اسبانيا الاوحد ورقم واحد في اسبانيا، واللي السنه دي هياخد الدوري وهننافس على دوري الابطال، وهنشوف في شهر واحد. انت بتسالني هتكلم عن مين؟ انا كده كده هتكلم على ريال مدريد، انا قلت لك ملك اللعبه الاوحد. تمام. ماتش فالنسيا حصل فيه احداث كتير قوي، لكن تعال نتكلم في الكوره الاول وبعدين هتكلم على بره الكوره. ماتش فالنسيا ده يا باشا، الريال كسبته 2-1 في اخر 10 دقائق، تمام؟ وطبعا امبابي وقع في جون اوفسايد وما كانش اوفسايد، وامبابي بقى تكتيكيا في حته المهاجم دي عالي جدا، عالي قوي، وبيخدم المنظومه، وامبابي بقى لعيب منظومه. امبابي بقى لعيب منظومه، امبابي بقى قادر يلعب في منظومه. طيب، مين قائد ريال مدريد اللي جاي، او مين قائد ريال مدريد الحالي؟ هو واحد بس، جوب بلينجهام. كان عندنا راموس، بقى عندنا جوب بلينجهام، شايل الفرقه على كتفه. انا لحد اخر لحظه هجيب جون، لحد اخر لحظه هموت على التيشيرت، لحد اخر ثانيه انا ما عنديش بديل غير ان انا اكسب. هو ده جوب بلينجهام، هو دي شخصيه ريال مدريد، تمام؟ جوب بلينجهام، الاختيار ان هو يخش يشوط البيلن في اخر الدقائق دي هو كان اختيار صح، لانه اكتر لعيب في الملعب عنده ثقه بنفسه. ولكن احنا بعد مودريتش يا جماعه، احنا مين البديل بمكان يعني بعد مودريتش؟ انا بالنسبه لي هات لي فيتينيا، لكن انت صعب تجيبه من باريس، تمام؟ لكن احنا بعد مودريتش يعني هنسيح قوي، لان احنا مش من عندنا كروس ومشي من عندنا مودريتش، وما عندناش الاثنين اللي اللي يقدروا يأدوا نفس الدور ده. ولكن بما اني جيت للادوار، فالادوار بتقول لك ان احسن لعيب في ريال مدريد بيعمل ضغط عكسي هو ابراهيم دياز. ابراهيم دياز في الجونين عمل ضغط عكسي، منهم جون بتاع مودريتش ومنهم الجون الثاني اللي جه منه ضربه الجزاء. وفعلا ابراهيم دياز ما ينفعش يقعد دكه. ما ينفعش يقعد دكه، ده لعيب بيلعب برجله الشمال، يعني تقدر تحطه في عمق الملعب، تقدر تحطه ناحيه اليمين، تقدر تحطه ناحيه الشمال. اقول لك حاجه، صدقني يقدر يلعب في نص الملعب، اللعيب على اعلى مستوى. يا بخت المغرب بيه، وكل التحيه للمسؤول المغربي اللي عرف يقنعه ان هو يلعب لمنتخب المغرب. فزي ما مبابي مهم، وزي ما فينيسيوس مهمين، وزي ما بلينجهام قائد، فبرضه ابراهيم دياز واحد من السوبر ستار بتاعت فرقه ريال مدريد، تمام؟ فريال مدريد السنه دي انا بقول لك اهو هتاخد الدوري، اسمع مني. برشلونه عندها مشاكل ماليه، اتلتيكو نفسها مش هيجيب، انا اللي بقول لك اهو. اتلتيكو بتنافس، بس احنا فاضل لنا صفقتين، تمام؟ او 3 صفقات وناخد الدوري من قبل ما نخش النص الثاني. انا سامع اخبار، تمام، بتقول من صحيفه اس الاسبانيه ان تشاوميني عنده عروض من باريس سان جيرمان وعنده عروض من الدوري الانجليزي. فتشاوميني الحمد لله، والله ما لك الحمد ولك الشكر، بره النادي ان شاء الله. طب مين اللي جاي مكانه؟ زوباميندي. يا عيني على زوباميندي بقى. زوباميندي ده اسباني قوير، يعرف يخرج من الضغط، بيلعب 6 و8 ويلعب 10 كمان، لعيب منظومه، وانت محتاج لعيب منظومه دلوقتي. فزوباميندي وبيلعب في الدوري الاسباني، فبالتالي اصلا زوباميندي اصلا مرسوم على ريال مدريد، معوض شويه للكروس والمودريتش في حته ان هو يخرجك من الضغط. في كده كده زوباميندي جاي، تمام؟ محتاج مدافع. ولكن بما اني جيت للمدافع، هو انا نفسي افهم حاجه، هو ريال مدريد او بيريز ازاي رفض فان دايك؟ ازاي رفض فان دايك؟ رفض فان دايك. هو انت ما تعرفش ان الوكلاء بتوع فان دايك راحوا بعرض
لريال مدريد وعرضوا فان دايك على ريال مدريد، وبيريز طلع قال لك اصل لعيب فوق ال 30 وما ينفعنيش. يا حبيبي طب ما انت معاك روديجر اهو فوق ال 30، ومين عندك احسن من فان دايك؟ قول لي طيب مين عندك احسن من فان دايك؟ يعني اطلع كده يا بيريز وقول لي انا عندي لعيب احسن من فان دايك دلوقتي، حتى روديجر نفسه مش احسن من فان دايك. تمام. الصفقه الثالثه اللي انت لازم تجيب باكات، لازم باك رايت وباك ليفت. وبما اني جيت للباكات، فاللاعب اللي هو اسمه ايه، انا هقول لك اسمه دلوقتي بالظبط معلش، اسمه اجودو الباك رايت. تمام. اجودو ده لعيب جامد قوي، لعيب هجوميا جامد، يعني جامد فوق ما انت متخيل. فاجودو ده بالنسبه لي احسن من اناناسا، لحد ما مستر كارفاخال يعني ربنا يقومه بالسلامه ويرجع، واحنا بقى نتعاقد مع اشرف حكيمي. او انا الصفقه اللي مش راضي عنها هي ارنولد، فبالنسبه لي اجودو يقدر يسد في الحته دي. وكان الله في العون ان احنا بنلعب بمندي وبنلعب بفران جارسيا ناحيه الشمال، لان دول كده كده جابوا لي المراره وجابوا لي الضغط. فده كان ملخص الاسباني. لان كده كده هرجع واقول لك ريال مدريد هي بطل الدوري الاسباني السنه دي. تمام. وريال مدريد لو فوقت في نفسها في الصفقات والله ما هتشوف حد قدامها. ننهي الحلقه. انت مستني اقول لك مع السلامه كده؟ لا تعالى، في حدث حصل. تمام. واكيد كلكم اتفرجتوا على الماتش ده لايف. الماتش البطوله، ماتش ايه ده؟ كان بطوله، دي بطوله الريمونتادا. ده بقى الجزء الثالث من فيلم الحريفه. تمام. هي دي الريمونتادا الحقيقيه. ميلان، البيج ميلان، ملك ايطاليا، كينج من كينجات اوروبا، رقم 2 بعد ريال مدريد في اوروبا. بطولات دوري ابطال اوروبا بتقول كده. تمام. 7 بطولات، فهي بتقول كده. تمام. ميلان كان لسه مغيرين المدرب بتاعها كونسيساو ده جه على الله ان شاء الله. يلا يا باشا تمسك الفرقه، امسك فين؟ في السوبر الايطالي. لعبوا ده اول ماتش قدام يوفنتوس، خسرانين ريمونتادا. طيب هتروح تلاعب مين في النهائي؟ هلاعب احسن فرقه في الدوري الايطالي السنه دي، واحسن فرقه في ايطاليا اخر 4 سنين، انتر ميلان، بانزاجي بقى، بلاوتارو، بص بقى بباريلا، بكل الجحافيل بتاعها، وانتر كسبانه 2-0. اكلينيكيا الماتش انتهى، لكن تسكت؟ لا ما اسكتش. تعالى يا لياو مشروع بالون دور قادم، ولكن يركز في الكرة بس، يفك من اي حاجه تاني. لياو قوه، سرعه، مهاره، بنيان جسدي، بيلعب ناحيه اليمين، بيلعب ناحيه الشمال. الحريه اللي اداها له كونسيساو خليته يبني الهجمه، خليته ينزل لتحت، خليته يعمل كل حاجه. فلياو ايه اللي عمله؟ هو ملك الريمونتادا. بري اسيست واتحرك في كل حته، وخد يا بوليزيتش هاتها من هنا، ويلا يا سيو هرنانديز انا هجيب لك من هنا فاول وانا هطلعك يا سيو ناحيه الشمال عشان تعمل الاوفر لبوليزيتش اللي جاي من ناحيه اليمين عشان يحط الجون. فاي سي ميلان فعليا عملت ماتش للتاريخ، عملت بطوله للتاريخ، كسبت السوبر. اتفرج على ابراهيموفيتش وهو قاعد كده عنده الشموخ بتاعه، وبعد الماتش بيخش للعيبه الميلان بيديهم محاضره، يقول لهم احنا الميلان، احنا رقم 1. انت لازم تصدق نفسك، لازم تفهم ان انت بتلعب في احسن نادي في ايطاليا. فانت متخيل ان ميلان برغم ان هي واقعه وعندها مشاكل اداريه وعندها مشاكل كتير قوي، بتقدر تكسب يوفنتوس اللي مكسره الدنيا السنه دي مع موتا وانتر اللي مكسره الدنيا مع سيميوني، مع انزاجي، انا اسف. لا اي سي ميلان عظمه يا جماعه، عظمه. وانا احب ابارك لعبد الله الاشكناني، اللي كان حاضر من الماتش واللي نزل سلم على لعيبه الميلان. ده راجل ميلاناوي يعني اصلي. فكل التحيه والتقدير لميلان. تمام. وده كان نهايه الحلقه بتاعتنا، وانا هنهي لك دلوقتي. ولو الحلقه عجبتك يعني تكرما منك هتعمل اللايك وتعمل سبسكرايب وتكتب لي رايك في الحلقه في كومنت. ولو عندك تطوير في اي حاجه انت عايزنا نعملها انا مستني رايك في الكومنتات. وباي من غير سلام.